المادة هي العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. فنبدأ في العقيدة، وإن شاء الله تعالى موضوع اليوم الذي نبدأ به الكلام هي المبادئ العشرة في فن العقيدة. فكل فن له مبادئ، صح؟ كل فن له مبادئ. مثلا علم النحو له مبادئ 10، والصرف كذلك، والحديث والتفسير كله له مبادئ 10، وهذه مهمة ليتصور الإنسان ماهية العقيدة وماهية الفن الذي يدخل فيه. أي فن كان، فن كيس نكم وبدو الأفن مبادئ 10 وبدو كم برباكي ساعة. ونبدأ إن شاء الله تعالى بالمبادئ 10. وقبل ذلك ما هي يعني أهمية معرفة العقيدة في هذا الوقت؟ برباج سمعنا عقيدة أيرو في سجن برباج سوان جلو كجيلة فهموا نسي مرتيسة مسائل عقيدة يرو كنا كيسة عقيدة أكمل كرامة جت كجيل له كسمو برباج سمعنا نسي أنجمي وان جلو له جتشو. حقيقة عقيدة مهمة للغاية. كان برباج يرو كنا كيسة أكان مالف لعدة أمور. سبب هدو فني عقيدة برباج سما نسي هدو مالف جناني توكو لكثرة الفرق. زمانك نكيسة فرقنا كم بقى تجي حتى كاد يعني أن يقول بعضهم علماء قريب مال جدني وأن رسول ربي صلى الله عليه وسلم حديث وايد رقاصا كيست ستفترقها أمتي هذه إلى 73 جدا قود تمتي أرقم تجرت مرت إسيرا وأن أسيأتي به إنو يوان الرقد الدما يوهيد إمالي أرقم تجرت هكا جدا تكا قيمي جرى إساب أكيدا يروك نبرون أكام برباجيسا. ثم علمين أكيدا كم مراتب هدو قبل علمين أكيدا مراتب هدو قبل قام أكيدا جدامو واني أكيدا كيسا كرام مالي كجدو بيكون دركم تكو واني أكيدا كيسا براتم. أولتي منهج أهل السنة والجماعة، منهج أهل السنة والجماعة. ثم لما فرتي الأدلة التي يستدل بها أهل السنة في ذلك. وقو منهج أهل السنة والجماعة جنو مالجو مثلا مسألة الاستواء يوفرني واستواء كيست مسألة كلام يوفرني مسألة رؤيا يوفرني أكسو مو مسألة علوي لا يوفرني مسألة شفاعات يوفرني بابا توحيدا إنو لا كيستي أهل السنة والجماعة مالجنا. فكينيا ما هو منهج أهل السنة والجماعة في مسألة الكلام؟ ماذا يقولون فيها؟ هل الله يتكلم أو أنه لا يتكلم؟ كيف؟ ماذا يقول أهل السنة والجماعة في هذا؟ كجلو أولا منهج أهل السنة دباسا دركم. كذلك مسألة استواء لا يوفرني استواء الله عز وجل كيف؟ ماذا يقول أهل السنة والجماعة في ذلك؟ هل يقولون استوى استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه بغير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه أو ماذا يقولون؟ هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. أكان أول نجد. ثم بعد ذلك ما هي أدلتهم؟ بماذا استدلوا على هذا القول؟ من يثبت استواء يليق بالله عز وجل على الوجه الذي يليق به ما هو دليله على ذلك؟ الآيات كذا وكذا والأحاديث النبوية كذا وكذا. إساءة الدباسة. هذه هي المرحلة الأولى في قراءة العقيدة. علم العقيدة برتوك يستي إن درا ستيبين درا ما إن معرفة منهج أهل السنة والجماعة في المسألة، ثم معرفة الأدلة التي يستدلون بها. إن درا إن لما كان المنهج ثم الأدلة. وبعد ذلك ما الذي يلي إني سدفع أما إني من هم المخالفون في هذه المسألة؟ معرفة المخالفين في تلك المسألة. معرفة المخالفين في تلك المسألة. مثلا نحن قد نقول في مسألة الكلام أن الله يتكلم كلاما يليق به يجدن دين، وأدلتنا أيضا كذا وكذا يجدن دين. مسألة إيمان فكنا. ما هو تعريف الإيمان؟ بماذا نعرف الإيمان؟ إيمان ما الجنة الرب. الإيمان قول وعمل
واعتقاد جنة فكنا كن منهج أهل السنة والجماعة جنة. والأدلة على ذلك قوله عز وجل وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول كذا وكذا جنة. لا فهم جنة ما شاء الله بكنا جبا جبا فالفن مال تيتانا من هم المخالفون في هذا التعريف؟ هل الجميع يعرفون هكذا أم أن هناك من يخالفنا فيه؟ نمني هندي إيمان قول وعمل واعتقاد جدا إن نمني أسكيس النفالي سندو كجيل ودبا سندركم قابسا إنه يجو دندينا المعتزلة يجو دندينا المرجئة يجو دندينا الماتريدية يجو دندينا الأشاعرة يجو دندينا نما يتقبلوا دندينا. إذن ما إن مرتبة صدفة معرفة المخالفين في تلك المسألة صدفة إيجاسي هو ورّي واجد هندي إسالة فانجب سريل لفندوت وكجد مسلم لازم يعني يتشبث بشيء وان ترى كما ما الجنار ما هي شبهاتهم ومستنداتهم في هذا الاعتقاد. مثلا من يعرف الإيمان بأنه قول فقط أو قول واعتقاد فقط أو معرفة فقط ورّي أكن جدي أهل السنة والجماعة مسألة كيس فالس يوكامو مسألة كلامها كيست مسألة ما كلامها كيستي ورّي أك أهل السنة هنجن جدو سنين إيجا إبل جنة الدباسني ما لشبهة نساني كل إنما شبهة إنما جلسه ما لنا من لفت وسوات رفته وأنتو قاسا وقيسا سويته لا أحد يقبلك نمني نمك يقبلون جل ما الملك بتلك الشبه التي يتعلقون بها يعني شوشوا على الناس. إذا ما الجنار إني سدف هذا أفرف هذا معرفة شبهاتهم. مرحلة خامسة ما إني جنة معرفة أوجه الرد عليهم معرفة أوجه الرد عليهم. وهذه مسألة وإنه أهمية كيس جرا مبادئ درسينات جد معنا سوي فرقان فتح والدراما إني معرفة منهج أهل السنة والجماعة. مراتب قراءة العقيدة. ثانيا معرفة أدلتهم على ذلك ثالثا معرفة المخالفين لأهل السنة. في المسألة. رابعا معرفة شبهاتهم بسرعة. معرفة شبهاتهم على ذلك أو في ذلك. والخامس والأخير ما هو معرفة كيفية الرد على تلك الشبهات. هذه المراتب الخمسة هي يعني مهمة وأساسية لنقول للشخص أنه يعرف العقيدة أو لا يعرف. وانتون الشنم كنين بيكون بركة منام العقيدة قرأت وقان بيك جدا مكامو يجا
ينتهون بالسؤال. الأول ما هو معرفة منهج أهل السنة والجماعة، ما هو منهج أهل السنة والجماعة في تلك المسألة، في مسألة من المسائل، في مسألة كما قلنا إما في مسألة الإيمان أو في مسألة الشفاعة أو في مسألة التوسل أو الاستغاثة أو الاستعاذة، قل فيما شئت. ثم بعدما عرفنا منهج أهل السنة والجماعة وأثبتناه في القلب، ما الذي يلي ما كان بعد ذلك؟ معرفة أدلتهم على ذلك. ما لرجال بدن سينسان ديسن شرك جلو إيجا سن اللي برتني الدباسني هو معرفة المخالفين لأهل السنة في المسألة، مسألة سكيستي أهل السنة والجماعة راورد بئين كان جد الدباسته إيجا سي معرفة شبهاتهم على ذلك، مخالفة سكيستي مالي وإنك شبهات تررأني على سنة ردبوني دندأني كجلو الدبافتني إيجا سن الدباسني هو أخير معرفة كيفية الرد على تلك الشبهات. شبهة سمي أكمل دجاج سوري نمن ورقة فرقة دندأني كجلو الدباسني، هذه مهمة للغاية. أما مالي ونجر بيكين كيستي بكانت ونجر ما إني بيكين كيس ما مرتبة إلا ما تجر أبي يكين كيس مالي ونجر تبغى نمني كم أقيدا مقالة كيس كراس ورقتنا مالي بمجرد أنه يعرف النحو وبمجرد أنه يعرف الصرف ويعرف الحديث والتفسير خلاص نمني إيجا تفسيرك أريجل إيجا عربية بيك إيجا لفظي هيك إيركاو دندي أكيدا واسبيا كفولين كراسة تهويا كراسة حائيا كراسة وقد نونيا بقيم اللي تجمعون ده بشري جل جلوان ده لا. واللي بعدين أتذكر كلمة قالها الأخ أحمد بن جبل وهو في السجن في ذلك الوقت زرناه وقال والله هو قال في بهردار في دورة في مؤتمر عقدته جماعة الأحباش مع الحكومة في ذلك الوقت في جامعة بحردار، شارك فيها الكثير من الأئمة والمشايخ الكبار كان. فعندما يعني بدأوا من المنصة معناه مدرك، عندما بدأوا الكلام من هناك وبدأوا ينشرون صمومهم وأفكارهم لم أجد أحدا ينازعهم قال نمدر الأباتيك ركروا تقل لي الأبيجي ربناني آخرة هركا باسي كركري إيجالية. مشكلة ما إني أندرسي كتاب سعد بن دكتور علي الشهراني بديتشا يوكا مجلد لماني اللي جلساني يسدر دبسير إني وان جري يتولي أرجيت جتش إساني أكسو مبوش بهات إسان إيساني اللي ردي اللي كتاب إيسا كوامرا كان وان بريب منازعة حقا سنقوشوني دندئي مالي نقول نكوة وني دندئي تنن بيكا ما نجعل سنة والجماعة في مسألة الكلام كيف بيكو دندو، في مسألة القدر كيف أهل السنة والجماعة مال جدا يجوا بيكو دندو، أدلة أهل السنة والجماعة اللي بيكو دندو، لكن هذا لا يكفي. يروقنا كيسته لا يكفي. قال أمي ماذا تدبلون برباجسا؟ يجب أن تعرف هذه الأمور، وإلا أصوات وان كان قبلتي تنتهتو يأتي شخص آخر ويتسلط عليك قال إني مسألة سنمت قفوله يعني وان برابط قلبي نما كيس غافي نما تتا أكنا أحكي لكم عن شخص في مدينة كومبولشا في وولو، طالب علم تعرفونه جميعا أو أغلبيتكم. مدينة كومبولشا هي مدينة يعني هي مركز لجماعة الأحباش، رجالهم ونساؤهم صغارهم وكبارهم جميعهم يعني يعرفون هذه المسألة، مسائل العقيدة كيف ينازعون الوهابي وكيف يردون عليه يعرفونها جيدا. فالأخ أخذ الرسالة وذهب من هنا من إحدى حلقاتنا المعروفات، وهو شخص معروف لدى الجميع كبير، فقرأ رسالة من كتبه وبعدما قرأ قال والله بعد هذا أنا أعذر جماعة الأحباش لهم عذر في قولهم، خلاص عذرتهم لا ألومهم معنا ولا أعاتبهم. المشكلة ما هو لأنه لم يطلع على أفكارهم قبل هذا، وهو قرأ ممكن هذه وهذه، لكن من هم المخالفون لأهل السنة في المسألة وكيف خالفونا فيها لم يطلع عليها، وكذلك لم يعرف يعني شبهاتهم وكيفية الرد عليه. إذن في أي مكان سواء قرأتم الواسطية أو الطهاوية يجب عليكم أن تعرفوا هذه الأمور المهمة.
وهذا في صدر الحديث عن أهمية معرفة العقيدة. عقيدة أم برواج ثم هون جنو في قفة قادتكم لعمقها كلنا قبدين من العقيدة أما نمني سوسنيمتي قد فقات تيارك كيس لما فانا مخالفة بياته كل مسائل مخالفة قبل من الأول إلى الأخير قل مسائل فرقني كل الكيس الموافقة عقيدة واسدية مسائل تكلا ما سدية فرين فوليا قد الأمروتي طهوية أول رفضية آخر قد يقولتي قلت مسائل كيس ورد نمني هندرنو ولا وافقوا ذنده كان ما دور وجه يجب معرفة هذه الأمور بدقة يعني بدقة قد فقنيا برون دقة ما يجو إني إيسا إني برادا يعني الوقوع في الحرج من كثير من كبار العلماء في هذا الوقت علماء برقود دور رجل من كيسا زمانك أنا كيسو ما يوك قبل سنوات خطأ كيسا أرقموت تري مثلا الشيخ يوسف القرضاوي الذي هو أحد جماعة إخوان المسلمين لم يكن أكا علمي أكيدا إنه كيستي كان شخصا كبيرا فقهي كيستي ومع ذلك في آخر أيامه درس أنه كيستي ما جاءته علماء الخليج أعرف منا بحقيقة جماعة الشيعة جاءته ما لي في لأنه جماعة إخوانا يردواتي شيعة غرغراتها حتى بعدين رموز إساني شيكوتين إساني برغدان غافا خميني يمتجي جدامو إيران كيسان إيغالي الثورة الإسلامية الخمينية تجدامتو إيران كيست إيغالي لكني ما شاء الله الدولة الإسلامية تأسست إيراني هركو جداتران بود غافا سنراو لماني عقيدة كجلت بيكان لماني كيستو بي سعودي بيوت عربة هدودا وان كان قد فقينا وان أرغنيف ردي إرتي قداتران wanni kun aqidaan isaanii wal faalleessaa warra faallaa jiru waan jedhu kana bareechanii barsiisaa turan. Gaamaa inni suni namtichi waan dura hubataniif gara boodaa kana dubbiin galtee fi ifa baateef. ثانيا ما قاله حذيفة الصحابي الجليل ماذا قال؟ عرفت الشر لا للشر ولكن لأتقيه ومن لا يعرف الشر يقع فيه. وهو كان يقول كنت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر وكان الناس يسألونه عن الخير مخافة أن أقع فيه. بكين الرابطة ماين وان أين أتي واي شر وان غر فتنة غافة ويفاني ربائي واي أسرار منافق أمر بي مغر خير. على كل حال مسائل أجلائر وكان كيسا كان برواجسا buang gara-gara kamale wani mutin ama ajurun tu jira masail akida ga fajennu ila hal gawai jama'at at-tilga dibu jama'at islamiyya yurukan ما هو حقيقة جماعة يعني الإخوان المسلمين ما حقيقة جماعة التبليغ ما حقيقة الجماعة السلفية في هذا الوقت سلفية كثيرة سلفية كثير على كل حال كان هم دبيكم برواجسا أماتي أجايبات تجر خصوصا في جامعات الدولة في هذا الوقت يونيفرسيتي لي وجودا قبل خنا كيستي ميدا جودا تجري جول الإسلام كان المؤون مقالا جودا في ست أما في جودا تجري جول شبابا كان فاضي جول نقدام بيتو قاف في سنة سكاتة يونيفرسيتي لا يجوتي وندى إسام بدو أنجر جرات هذا يدعي أنه إخواني وهذا يدعي أنه سلفي وهذا يدعي أنه تبليغي وكل يكفر الآخر والأجل كل يكفر أو يبدع الآخر. وأظن قد حكيت لبعضكم ما أخبرني أحد الإخوة في إحدى المدن هو شاب تخرج من جامعة الدولة من الجنوب جهة كاباكن اليونيفرسيتي ويتي بيرو في حلقة كنت فيها قال لي هل عندكم يعني جماعات؟ قال لي إيش ماذا تعني؟ جماعات يعني جماعة الإخوان المسلمين جماعة السلفية جماعة التبليغ جماعة كذا وكذا. قال لي لا يا أخي ما في عندنا مثل هذه الاختلافات وهذه التفرقات والظلام. قال والله ما شاء الله الحمد لله. قال لماذا؟ قال أنا تخرجت من جامعة كذا وكذا أنا نسيت اسمها يونيفرسيتي كان إبراهيم باي لو رأيت ما صادفني فيها. قال ما الذي صادفك؟ والله عندما ذهبت من هنا إلى الجامعة يونيفرسيتي قال أنا لقيت جربتي وأنا أتكلم أرجع يوم مسجد زين مسجد كيسة تجاري جروب جرا جماعة قريب قوني مسجد سنيتي تيجي تدعي أنها سلفية وتقول للآخرين بأنها مبتدعة
وهناك جماعة أخرى تجلس هكذا وتسمي نفسها بأنها جماعة الإخوان المسلمين، وتقول هذه إذن متطرفة ومتشددة، اترك، تصب هذه تلك وتلك هذه. ومن جانب آخر هناك جماعة تجلس وتقرأ يعني فيما بينها وتسمي نفسها جماعة التبليغ، وهذه إذن تقول تلك وتلك إذن كلاهما خليه لا تذهب إليه، والجميع يكفر الآخر. مثل ماذا يا جماعة؟ مثل ما حكى الله عن اليهود والنصارى فقال في سورة البقرة ليست اليهود على شيء قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير هذه الآية يعني شرحها بشكل جميل وعجيب، وذكر الاختلافات بين المسلمين فيما بينهم. إسلام وجد أن كان أرقم آياتنا كيست أكما يهودا في نصارى جد تركون كان أرقم يقع بين المسلمين أنفسهم. قال مسلم تود جدت الله قاف سنة قاف شيخ الإسلام تيمية ما تجرى بين من يسمي نفسه بالمتفقهة وبين المتزهدة. متفقهة في متزهدة جلني والرزود الآن جوجو كيسا قاليتا أوفي ورا فقه قرانا جلو لما انتو العرب ستر قرين فقه دا ما جلان سنين أنتم خلاص مساكين